قوة. أمس وأنا أسوق ويمي بالحارة الثانية سيارة، فطقيت إشارة كنت بطوف قدامه، بسرعة كان يدوس ما خلاني أطوف. السؤال ليش بالكويت والدول المجاورة إذا في سيارة تبي تطوف قدامك ما تخليها تطوف، وسبحان الله عندنا إحساس حتى لو ما يطق إشارة ندري إنه بيطوف بسرعة دوس بنزين ولا إنه يطوف. إحنا دائما نحس إن الشارع هذا مالنا باسم يدي السابع عشر، يعني ما يطوفون فيه إلا بس عيالنا. يا أخي خليه يطوف خليه يطوف، ترى نطاف هو ما راح ياخذ دورك في قراءة بيوت المطلع، خليه يطوف. لا شوف أنا مرات أطوف ومرات أتذكر يدي السابع عشر وما أطوفهم، يعني بالأخير هي مسألة مزاج. إذا مزاجي مزاج مصابيح الهدى تضحية وإيثار لأخوك المسلم أطوف، بس مرات يصير المزاج مزاج برنامج عالم الحيوان، ما يطوف ما يطوف لو يحلب اللبوة ما يطوف. صدق قالوا القيادة فن وذوق وأخلاق، احنا فنه ليوي وذوقنا مبكر ولابس بابيونه، واخلاقنا بعد على حسب يدي السابع عشر. يلا